بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ازيكم يا أحلى متابعين؟ ازيكم يا كل مربيين البط المسكوفي؟ النهاردة إن شاء الله هنعرف ازاي نربي البط المسكوفي بدون أي تكلفة وبأعلى نسبة تغذية. آه، مش هنقول ان احنا يعني دكاترة ولا حاجة، لا، بس بالتجربة وبالخبرة نقدر نقول ان احنا عدينا الدكاترة طبعا والله مش شكرانين في نفسي، بس انا الحمد لله انا الطريقة بتاعتي معتمداها مرة واتنين وتلاتة، يعني بنقل لكم خبرتي، مش لسه حاجة بجربها وبقول لكم عليها، لا بالعكس دي حاجة مجربة معايا مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. فالحمد لله خبرتي كلها في تربية البط المسكوفي هقول لكم عليها النهاردة في الفيديو ده، ويا رب يكون فيديو ممتع ومفيد ان شاء الله بإذن الله. يلا بقى بينا ندخل على المفيد ونشوف احنا معانا ايه النهارده. معانا شويه بط كيوت عسل لسه خارج من البيضه، لسه اول يوم. هنشوف معانا ازاي بندفيه وازاي بنأكله وازاي كل حاجه. بص انا حاطه النهارده معاه لمبه، مش للتدفئه بس، لكن لمبه للاناره فقط لا غير. يعني دي لمبه اللمبه الموفره العاديه، لكن مش اللمبه الحراريه، لان انا العشه معايا مقفله تماما والام كمان معاهم مدفياهم، فانا مش محتاجه اكتر من كده خلاص. تعالوا بقى نشوف النهارده احنا هنأكل البط ايه من سن يوم ومن غير اي تكلفه نهائي. همشي على الطريقه ديت 3 ايام. يعني اول يوم زي ما انتوا شايفين بيض، والحاجه التانية عيش مع رده. طبعا عيش نضيف ومنشفينه ودقينه وطحنينه كويس جدا ومنعمينه خالص، وكمان بعد ما بطحنه وبنعمه كمان بدخله في المنخل السلك اللي هو شبه مصفة الشاي كده، علشان يكون معايا ناعم خالص، لان البط من سن يوم عاوز حاجة تكون ناعمة جدا. وردة برضو ناعمة. الردة الناعمة بيبقى فيها نسبة دقيق بتبقى حلوة قوي، يعني ممكن خشنة برضو مفيش أي مشاكل، لكن البط صغير بيبقى برضو محتاج حاجة ناعمة قوي، فممكن نجيب الردة الناعمة أول يومين وبعد كده نشتغل بالردة الخشنة عادي. زي ما انتوا شايفين انا بهرس البيض، بهرسه كويس جدا مع العيش والردة علشان يكون في استطاعته ان هو ياكله بسهولة، وما يكونش عملنا حاجة كده على الفاضي ان احنا قدمنا له تغذية بس هو مش هيعرف يوصل لها. لا، لازم ندهسه كويس جدا جدا جدا، ننعمه خالص، يعني ما يكونش فيه اي كلاكيع خالص نهائي علشان البط يستفيد بيه تماما. وطبعا البيض احنا كلنا عارفين طبعا ان هو كالسيوم وبروتين، طبعا دي اكتر حاجتين هو البط محتاج لها سن يوم، وحاجة طازة. ما تنسوش ان يا جماعة الحاجة لما تكون طازة التغذية بتكون سليمة ومفيدة اكتر واكتر. لما ندي الحاجة بتاعتنا حاجة طازة بطازة كده كل يوم، احنا كده بنضمن ان الحاجة بتاعتنا تطلع متغذية تغذية سليمة. طبعا كالسيوم وبروتين هم دول اكتر حاجتين البط محتاجها اول يوم. لان هو طبعا هو جوه البيضة بيتغذى على نفس التغذية ديت، هو طبعا هو جوه البيضة بيتغذى على الصفار بتاع البيضة نفسها. فلما بيطلع وتغذيه نفس التغذية كده انت بتضمني ان هو بيكبر معاكي هو متغذي سليمة 100%. وما ننساش مع الاكل الجميل الطازة دوت كمان نحط في المية العسل، لان العسل برضو حاجة مهمة جدا للبط من سن يوم. بنجيب لتر مية وبنحط في اللتر المية دوت 2 سنتي عسل. بنحط يعني هو لو كتاكيت بنحط سنتي واحد، لكن البط بيستحمل عادي ما بيجرالوش اسهال ولا حاجة. فبنحط 2 سنتي 3 سنتي عادي. البط يعني حلو بيحب العسل. انا بحط بصراحة بالبركة كده معلقة معلقتين 3، يعني ما بحطش بالسرنجة ولا حاجة ولا بالسنتي، بس يعني زي ما انتوا شايفين كده انا بختار برضو حاجة
تكون ارتفاعها مش عالي، علشان يقدر يوصل للأكل برضو بسهولة. يعني ما صعبش عليه الدنيا، ان انا اسهل عليه الدنيا خالص عشان يعرف يتغذى ويكبر معايا بسرعة. لكن لو استهترت وحطيت مثلا حاجة عالية ومعرفش يوصل للأكل، وفي حاجة بتبقى عبيطة وفي حاجة بتبقى ناصحة وبتوصل، وفي حاجة ما بتبقاش بتبقى عبيطة وما بتعرفش توصل، فأنا علشان كله يوصل لازم أحط الأكل في حاجة ارتفاعها قليل جدا علشان كله يوصل للأكل. وبرضو المية كذلك، برضو اختار حاجة تكون برضو ارتفاعها مش عالي قوي، واحط فيها طوبة علشان ما يغرقوش روحهم. كده كل الحاجات دي برضو بنسهل على البط ان هو ياكل ويشرب. طبعا الام وجودها معاه بيبقى مهم جدا برضو في الوقت ده. انا ممكن اسيب الام معاهم مثلا اسبوع اسبوعين، بتدفيهم اولا، بتعلمهم ان ازاي ياكلوا ويشربوا، واول ما يقدروا ان هم يعتمدوا على نفسهم في الاكل وفي الشرب ويكونوا خلاص مش محتاجين تدفئة، خلاص كده بشيل الام علشان تبتدي ان هي تبيض تاني او تكون عنقود تاني وتبيض وتفقس تاني ان شاء الله معايا. بس ما احرمهمش من امهم في اول اسبوع. الام طبعا انا لما بشتري بط جاهز بيبقى معدي مرحلة الخطر، بيبقى معدي ال15 يوم الاولانيين، فلكن دوت علشان معايا طالع من سن يوم من البيضة، فأنا لازم أهتم بكل حاجة بالتدفئة، بوجود الأم معاه، إزاي إن أنا أقدر برضو أوفر له كل حاجة تبقى سهلة عليه في الأكل وفي الشرب. بصوا بسم الله ما شاء الله، ورد مزهر ورد مزهر، الله أكبر الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. هو البط كده معايا وصل سنه 10 أيام بالظبط. كده انا خلاص كنت شلت الام بقى من عندهم، وبعرضهم برضو للشمس علشان الكالسيوم. و البط معايا برضو النظافة مهمة جدا، لازم اغير له الفرشة بتاعته يوميا. كل الحاجات دي بتفرق طبعا في تربية البط المسكوفي. طبعا برضو هعمل لكم فيديو تاني. احنا كده خلاص كده قلنا ال3 ايام الاولانيين بنغذيه ايه وبنأكله ايه. طبعا انا عاوزه اقول لكم والله، بس الفيديو مش عاوزه اطول عليكم في الفيديو، لكن اقول لكم كده بالمختصر المفيد. انا بمشي برضو بعد 3 ايام دول بجيب تنظيف الاسماك وبسلقه. طبعا المتابعين معايا من زمان عارفين ان انا ماشيه على الموضوع دوت على طول، من سن يوم لسن شهر بالظبط بمشي على خلطة السمك والعيش والردة. طبعا انا بجيب السمك وبسلقه. ليه بسلقه؟ علشان يقعد معايا اسبوع مثلا، معايا اخد منه كل يوم يوميا يوم بيوم، وما اضطرش ان انا انزل اجيب كل يوم تنظيف واتعب نفسي واروح السوق اجيب تنظيف واجي احط لهم. لا، انا بسلقه علشان يقعد معايا فترة واخد منه يوم بيوم اكلهم. معايا برضو بط تاني عمره 3 شهور، ومعايا الام والاب الذكر والنتاية، ومعايا بط تاني سنه او 20 او 25 يوم، وده 10 ايام. يعني معايا كذا مرحلة، فانا محتاجة ان كلهم بيتغذوا نفس التغذية تقريبا، لكن الفرق الوحيد ان انا بنعم العيش والرد قوي للبط الصغير. الكبير بديله عيش يكون يعني خشن شوية مش مشكلة. لكن السمك معايا من سن يوم لسن شهر، علشان اضمن ان طبعا السمك فيه نسبة بروتين عالية جدا، في اوميجا 3، في دهون ثلاثية اللي هي اوميجا 3، في الكالسيوم، في الفوسفور، في يعني الفوائد السمك. تنظيف السمك طبعا احنا مش هنشتري سمك يعني السمك غالي، لا، ما انا بجيب تنظيف السمك علشان يبقى كلامي واضح، ما حدش يقول لي يعني انت رايحه تجيبي سمك للبط فطبعا هو اغلى من العلف. لا، انا بجيب التنظيف السمك علشان اوفر، وفي نفس الوقت تغذية عالية جدا جدا، وفي نفس الوقت حاجة طازة ان انا اوفر له، لان طبعا الاعلاف فيها نسبة سموم. انا كده اضمن للبط بتاعي ان هو بياكل ما فيهاش اي نسبة سموم، وكمان مغذية جدا جدا. بيطلع بقى معايا البط بسم الله ما شاء الله، مفيش كساح، مفيش افتراس، مفيش اي امراض، الحمد لله بيطلع معايا